تعاطف هو ان انا ادي للاخر اللي هو محتاجه مش اللي انا عايز اديهوله. تارجت عندك عايزه تحققيه، فانت عماله تبوشي للعميل في الدايركشن ده عشان ياخد الشقه دي او الفيلا دي، مع انك لقطه انه مش محتاج ده بالظبط، بس انت عندك تارجت. دي شفقه، انت بتدي له حاجه حلوه. طب لو ما عملتش ده، عملت اللي هو عايزه، يبقى ده تعاطف؟ ده التعاطف. تعاطف هو ان انا ادي للاخر اللي هو محتاجه مش اللي انا عايز اديهوله. بص انا شايفه انك محتاج ده وانا ما طلبتش ده، فدي الشفقه دايما وابدا، انك بتدي حاجه للاخر بس هو مش محتاجها. اديك مثال، عبد القيوم سيلز مانجر، حضرتك نفس البوزيشن وانتوا الاثنين قعدتوا مع بعض. بص عبد القيوم تعالى اقول لك كده ايه حصل معايا، كام كيس في الشركه عندي وما اعرفش ايه وبتاع. فانت بتحكي له عشان يعمل ايه عبد القيوم؟ انت ايه اللي محتاجاه من عبد القيوم؟ يا اما يسمعني يا اما يديني. لا يديني احتياج واضح، يديني احتياج واضح. قلت ان هو يديك حلول، صح؟ عمل ايه عبد القيوم بقى؟ راح جاي حكي لك نفس المشاكل دي عنده، وراح جاي قايل لك كام مشكله كمان غير اللي انت قلتيهم. هي دي بقى انا عايز اوصل لدي بقى. لو هتعرفي الشفقه، لو هتعرفيها بتعريف، انت بتعلي عليا.